السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بمشاهدينا الكرام، معكم مهدي في برنامج ما بعد المباراة. اليوم سنتحدث عن تصفيات كأس العالم، والعرب يفوزون ولا يخسرون بانتظار استكمال مباريات كل من قطر وإيران والإمارات واليابان في مواجهات صعبة للغاية. كما شاهدنا اليوم سوريا تخطف فوز قاتل وتنعش أمالها، خطفت فوز ثانيا قاتل في الدورة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وجاء على حساب أوزبكستان، فريق صعب ومنظم، وفازت 1-0 اليوم في ماليزيا ضمن الجولة السادسة من المنافسات من المجموعة الأولى. وبدأ الطرفين في طريقهما للاكتفاء بتعادل قبل أن تخطف سوريا فوزها الثاني بعد ذلك، الذي حققته خارج قواعدها على الصين 1-0 في الدقيقة الأولى من الوقت، بدل الضائع من ركلة جزاء نفذها عمر خربين بعد خطأ انتزعه العائد في رأس الخطيب من إيغور كيلميديس، وذلك بعد دخوله في الدقيقة 86 بدل من محمود بواس. العراق بدورها خدمت السعودية بعرقلتها لأستراليا. خدم العراق شقيقه السعودي بشكل غير مباشر عندما تمكن من عرقلة أستراليا 1-1 الأربعاء في طهران ضمن الجولة السادسة في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال الروسي. وسجل البديل أحمد ياسين في الدقيقة 76 هدف العراق، فيما تمكن ماتيو ليكي في الدقيقة 39 وسجل هدف لأستراليا. رفعت بذلك أستراليا رصيدها إلى 10 نقاط مؤقتا كما قلت في انتظار مباريات كل من قطر و الإمارات، وبالتوفيق لهم في وصفة المجموعة الثانية مؤقتا. والعراق يكتفي ب4 نقاط في المركز الخامس قبل الأخير، والأخضر يقطع خطوة أخرى تقربهم من حلم المونديال. أمنت السعودية خطوة أخرى على درب بلوغ المونديال الروسي عقب فوزها المقنع على تايلاند 3-0 بسهولة اليوم الخميس في بانكوك ضمن الجولة السادسة من الدور الثالث الحاسم للتصفيات الآسيوية. وسجل محمود السهلاوي في الدقيقة 25 وتنابور كيسارات في الدقيقة 84 خطأ في مرمى فريقه، وسلمان المؤشر في الدقيقة 90 زائد 2 الأهداف. ورفعت السعودية رصيدها إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، وبالتأكيد السعودية قامت بخطوة كبيرة تقترب بها إن شاء الله إلى مونديال روسيا، في انتظار الإقناع من الفريقين الإماراتي والقطري في فوز إن شاء الله يكون اليوم على اليابان وإيران لبلوغ كأس العالم للمرة الأولى كل من الإمارات وقطر. بالرغم من أنها صعبة العملية، ستكون صعبة للغاية. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا اللايك، سبسكرايب والشير، ولا تنسوا هاشتاج ما بعد المباراة.